ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف تاني كارت من الكروت التارو من مجموعة السر الأعظم. تفسيرها ايه؟ هنتعلم كل حاجة فيه بتفاصيله كلها، مش هنحتاج ان احنا ندور في اي مكان تاني. تمام. نبتدي في اول حاجة هنا بالتفاصيل. قبل الحفظ وقبل كل حاجة لازم نكون مدركين يعني ايه تفاصيل. اول حاجة هنا الرقم ده رقم 1 باللاتيني. تمام. آه دي حاجة أساسية. خلينا نتكلم في الحاجات الأساسية عشان تبقى واضحة معانا كده من البداية. رقم 1 لو جه في أو لأ معناه دول كده أهم وأشهر معلومتين ثابتين فيه، مش هيتحركوا كده مهما جرى عليهم الزمن، ومحدش اختلف في تفسيرهم. تمام. الكارت ده هوائي، العنصر بتاعه هوائي مرتبط بالأبراج الهوائية اللي هي الميزان والجوزاء والدلو. يعني معناه اه تاني حاجة هو هوائي. طبعا انتوا محتاجين انتوا تكتبوا بطريقة احسن من كده، بس انا عشان ايه بشرح لكم سريع سريع. تمام. معناه رقمه 1. تمام. ايه تاني؟ تاني حاجة هنبص هنا على تفاصيل الكارت، هنلاقي ممكن في باختلاف الدكات ده يبقى راجل، يعني دي هنا ست، ممكن في ديك تاني يبقى راجل، ممكن في ديك تاني يبقى اصلا حد كده عادي، ممكن تكون ست، ممكن تكون راجل، ممكن تبقى قلعة، ممكن تبقى لابسة. بس احنا مش هنبص في ديك مختلف تاني، هنبص في بتاع التفاصيل الاول باختلاف الرسومات. في رسومات بتبقى قديمة وفي رسومات بتبقى كلاسيكية، بس كده كده التفسير زي ما قلنا في الكارت الاولاني ما اختلفناش. طيب اللون الطاغي هنا معانا اللون الاصفر، يعني اللون الاصفر. اللون الاصفر قلنا في الكارت الاولاني انه ليه علاقة بالتنوير والوعي، وان هو بيعبر عن رأيه. تمام. لابس احمر. الاحمر هنا تاني لون معايا، الاحمر هنا ليه علاقة بالطاقة، ليه علاقة بالشغف، ليه علاقة بالعالم المادي اللي حوالينا. ولما نقول عالم مادي يبقى في سيطرة في الموضوع. تمام. ابيض. اللون الابيض هنا او دلالة اللون الابيض في العموم لما نقابل الكروت التانية ليه علاقة ببراءة ووضوح. فلما الكارت ده يبقى من تحت ابيض ومن فوق احمر، يبقى دي قصة كده احنا لسه هنكتشفها قدام. تمام. العلامة اللي موجودة دي علامة الانفينيتي اللي هي لا نهاية، اللي ظهرت في زفول، اللي هي قدرة لا منتهية. تمام. فمعانا هنا علامة برضو علامة الانفينيتي، وفي الديك ده علامة الانفينيتي. فمعنى كده في اي ديك سواء ده او ده او غيره او غيره او غيره هنلاقي كارت الساحر هو علامة انفينيتي، رقمه 1. دي حاجة ما يختلفش عليها 2. في ناس ممكن تقول عليه الساحر، في ناس هتقول عليه مشعوذ. مكتوب في الكارت ماجيشن، على حسب اللي انتوا تحبوا تقولوه قولوه، بس خلينا نقول انه الساحر. تمام. بما اننا لسه بنكمل في تفاصيل الكارت، رقم 1 ده هنا ليه ترابط رقمي. يعني ايه ترابط رقمي؟ يعني في كروت بتبقى لو جمعناها مع بعض هيدونا 1. زي ايه؟ قدامها ناخد عجلة الحظ. عجلة الحظ رقمها 10. 0 زائد 1 هيدينا 1. يبقى أول كارت مرتبط بيه الساحر هو عجلة الحظ. طيب تاني كارت، دي كروت هتاخدوها قدام بس من باب العلم للشيء عشان ايه ما تبقاش معلومة نقصانة يعني. تاني كارت ذا صن، كارت الشمس اللي هو 19. رقمه 9 زائد 1 بقت 10. 0 زائد 1 بقى 1. يبقى هنا الترابط الرقمي بتاع الساحر هو بتاع عجلة الحظ هو بتاع الشمس. دي معلومة ليكوا لقدام، من هنا لما نخلص الكورس هتقدروا تستفادوا بيها. تمام. كوكبه هنا عطارد، ان في ناس بتحب تسأل في الفلك وقت التارو، طب الطاقة بتاعته ايه؟ طب طاقته قلنا هوائية، طب الكوكب بتاعه ايه؟ الكوكب بتاعه عطارد. تمام. الرابط الرقمي بتاعه 1، مكتوب عليه 1 من فوق. طب زي ايه؟ زي عجلة الحظ وزي الشمس. كل دي كده تفاصيل واضحة وصريحة ومش محتاجة ايه اي افتكاسات ولا اختلاف فيها. تمام. اما الناس اللي بتسأل على الشاكرات، الشاكرات هنا
شاكرة الكف، شاكرة الكف، وشاكرة الكف برضو، هما كفين، الكف والكف، مفيش شاكرات تانية فيه. تمام. هنتكلم بقى عن وقفة السحر او المشعوذ. الشخص ده ممكن اصلا بالفعل يكون حد بيعمل السحر بنفسه، يعني لما نفتح منطقة شخص ممكن يطلع لشخص هو اوريدي اصلا بتاع اعمال. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، الشخص ده هنا لو بصينا هنلاقيه ماسك عصاية، بالنسبة له عصا سحرية، والادوات اللي قدامه اللي بتساعده السيف، طاقة هوائية، العملة او البنتكلز، طاقة ترابية، الكبس، طاقة مائية او الكؤوس، العصا نارية اللي هي الوندس. فانا شايفة ان الشخص ده معاه كل العناصر اللي تخليه يهيأ لنفسه اي حاجة في الكون. يعني من الاخر، مع المية، مع الهواء، مع النار، مع الفلوس، مع كل الحاجات اللي تهيأ له ان هو يقدر يصنع عنصر خامس. الشخص ده يعني ايه، من واضح في الصورة كده انه بيقول انا ثم انا ثم انا. من الاخر اول معلومة ناخدها فيه ان هو بيعمل وما بيقولش. شخص بيحب يبين للناس ان هو قد ايه جامد وما بيعملش حاجة. شخص من الاخر كلام وفعل مفيش. ومن ضمن التفاصيل المهمة اللي لازم نعرفها ان الشخص ده هنا هو واقف ولسه بيستعد، يعني هو لسه متردد في مرحلة الاستعداد، يعني مش واقع في الارض، مش ماشي لقدام، لا هو لسه واقف متردد مستعد. فخلينا نقول ان دي اول كلمة احنا قلناها، بيعمل وما بيقولش. طيب دلالة رسمته دي بقى يعني ايه؟ ليه ماسك عصاية لفوق ودي بالنسبة له عصاية سحرية؟ اللي هو بيقول ان انا كده اللي ماسك الحكمة، انا اللي مسيطر على الوضع. بس هو كداب على فكرة، اللي هو بيقدر يتأثر وبيأثر على العالم وهو ما بيعرفش يعمل حاجة. تمام. العباية الحمراء دي بتدل على التواصل القوي مع العالم المادي، اللي احنا لسه قايلين في بداية الفيديو ان الاحمر هنا بيدل عن العالم المادي. فاللي هو ليه علاقة بالعالم وليه علاقة بالطاقة، ليه علاقة بالحماس. والكلام ده برضو موجود هنا معانا في كروت تانية هناخدها قدام، اللي هي الامبراطور والكاهن والعدالة، عشان برضو نبقى نراجع كده الذاكرة مع بعضينا. دي حاجات قدام لسه هناخدها بس برضو خلينا نسمعها. تمام. الربطتين اللي في دماغها هنا دي، او عامة ممكن يكون في كارت تاني دماغه ممكن تبقى مربوطة شوية، دي بتدل على ان هو حدثه عالي، بيعرف يكتشف الرغبات، بيعرف يعمل اي حاجة في الكون. تمام. الوضعية بقى ايد فوق وايد تحت دي، لو بصينا هنا ايده فوق عالية، والتحت بتشاور لحاجة تحت، ان هو بياخد القوة بتاعته من السماء، واللي هو بيوصل الطاقة بين السماء والارض. تمام. هو بالنسبة له هو بيعمل كده دلوقتي. تمام. في الديك الكلاسيكي، في الصورة اللي فيها الراجل، في الكارت اللي فيه الراجل سوري، بيبقى عليه حزام هنا على بطنه، تعبان، هنا الفستان مربوط شوية، بس في الأساس هنا في الطور القديم بيبقى فيه هنا تعبان. طيب التعبان ده ليه علاقة بكوكب عطارد، لأن احنا قلنا إن هو بيرمز لكوكب عطارد مجموعات الشمسية. والتعبان هنا ليه علاقة بالمصري القديم، إن هو آه بياكل ديله. ياكل ديله ده معناه ايه؟ ان هو بيجدد دايما، او ان هو حياة، ليه دورة بين الحياة والموت والبداية الجديدة. فنقول ان ماجيشن بداية جديدة، يمشي بداية جديدة. هنبدأ بقى في التفاصيل، احنا كده خلصنا التركات المهمة والتفاصيل المهمة اللي في الكارت. نبدأ بقى نتكلم الكلام اللي يتفهم واللي نعرف نشتغل بيه، او الناس اللي هتكتب ورايا، ولو حد حابب ان هو ابعت له الحاجات دي مكتوبة يكلمني هبعتها له. تمام. طيب السحر بقى هنا لو ظهر في طاقة حد، الحد ده شخصيته قوية. انت مثلا بتفتحي طارو او في كلاينت بتفتح معاكي طارو، عايزة تسأل على شخصية حد، الحد ده شخصيته قوية، الحد ده عنده قدرة لا منتهية وما بيعملش حاجة، كلام كتير فعل لا. الشخص ده
مش مركز في حاجة، مش مركز في الكون، بيركز في اللي هو عايزه بس، لكن الاشارات اللي حواليه، الطاقة اللي حواليه، اي حاجة بتدور حواليه هو اصلا مش مدرك. زي ما قلنا في بداية الفيديو ان الشخص ده اصلا ممكن يكون اوريدي هو ساحر، بيعمل سحر بنفسه. ممكن يكون شخص روحاني بس بيستخدم الروحانية هنا غلط. الشخص ده توكسيك، حد مخادع، حد كذاب، حد متلاعب. الشخص ده للأسف هو محظوظ، برغم كل التوكسيك، برغم كل السلبيات، شخص محظوظ وعنده كاريزما، وكاريزمته طاغية جدا جدا، وواثق في نفسه لحد الغرور. هو اصلا الغرور باين في وقفته. تمام. تمام. الكارت ده لو حد بيسحبه نصيحة عامة، حد بيسحب مثلا نصيحة عامة ونزل له كارت الساحر هنا، الكارت ده بيقولك ان انت محتاج ان انت تغير من نفسك. خد الخطوة ان انت تغير من نفسك. طب اغير من نفسي من ايه بالظبط؟ ان انت عيش على قد دماغك، بلاش تفتكس حاجة عشان تبهر اللي حواليك، بلاش تبقى حد توكسيك وتخدع اللي قدامك، لان كده كده انت هتتكشف. تمام. تمام. الكارت ده لو جه في طاقة حب، لو حد مرتبط او حد في علاقة وبيسأل على حاجة تخص الشريك بتاعه، يعني لو شريكك ضايقك، تفسيرك ايه للمضايقة دي؟ هو قاصد كده، يعني هو قاصد يضايقك. تمام. في علاقات الحب هنا بيظهر انه في معاملة كويسة، بتكون معاملة كويسة، بس الشخص اللي معاكي نرجسي، الشخص اللي معاكي عارف قيمة نفسه، الشخص اللي معاكي محدش يعرف يضحك عليه، بيعمل كل حاجة هو قاصدها. يعني هو لو حب فيكي هو قاصد يحب فيكي، هو لو ضايقك فهو قاصد يضايقك. فلو ضايقك وظهر الكارت ده هو قاصد يعمل كده. تمام. من ناحية الحب بيحبك جدا 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 لدرجة الجنون. يعني الكارت ده التوكسيك ده كله بيجي في حب، بيجي في حب، وحب كبير كمان. تمام. طيب لو جه في شغل، في ناس هنا بتسأل عن حياتها العملية، لو جه في شغل عنده دوافع كويسة، يعني هو شخص عنده دوافع كويسة. طب الدوافع الكويسة دي مش بتتحقق لأنه مش بيركز. يعني الكارت ده لو ظهر لحد عن الحياة العملية بتاعته، عندك دوافع كويسة بس انت محتاج ان انت تركز وتشتغل على نفسك. لو جه في صحة، لو حد بيسأل هنا عن الصحة، الشخص ده لو مش تعبان فهو واعي لنفسه، مركز كده كده، مصحصح، بيخاف على نفسه. لو مريض، ربنا يشفي كل مريض، محتاج انه يشوف دكتور مختص، ما يروحش لحد يبقى فيها سين وجيم، حوارات كتير، لف ودوران كده، فمحتاج تروح لدكتور مختص. والكارت ده ليه علاقة بالمشاكل النفسية. الكارت ده لما بيظهر لحد يا اما اوريدي عنده مشاكل نفسية، تفكير مفرط، او عنده مشاكل في النفس. الشخص ده الكارت ده ليه مشاكل برضو بالنفس هنا، وليه علاقة بالصحة العامة بتاعة الجسم، وليه علاقة بالذاكرة. هو على طول الدماغ شغالة مش بتنام، فالموضوع بيوصل معاه لمشاكل كبيرة. تمام. طيب لو ظهر في الجنس، لو حد هنا بيفتح على علاقة جنسية او علاقة سيكشوال، الشخص ده اللي يظهر له الكارت ده يبقى حد عنده خبرة كبيرة جدا في الجنس، صريح في طلباته. يعني لو عايز يعمل معاكي وضع معين هيطلبه، مش عايز يعمل وضع معين برضه هيطلبه، هو ما بيتكسفش، صريح جدا، وشخص شكله حلو. يعني هو الشريك هنا او الشخص اللي انت بتسحبي عليه الطاقة دي في الجنس شكله حلو، وعارف بيحب ايه، وعارف طلباته، وعارف ان هو عنده خبرة، ومن الاخر ما بيعطلش، ما بيستناش نصيحة من حد. فبكده نكون خلصنا الكارت رقم 1. وانا شايفة ان هو لذيذ، وانا شايفة ان هو سهل. نحاول نكتب كده معلوماتنا، نفسرها. احنا لو فهمنا التفسير وركزنا في الرسمة هنقدر نجيب كل التفاصيل اللي انا قلتها دي، وهتبقى قرايات لذيذة معانا. طيب ايه بقى الفرق بين ده وبين ده؟ مش شايفة فرق بين ده وبين ده. ده رقم 1 مكتوبة انجلش 1 اهي صريحة، وده 1 باللاتيني، الاي دي كده 1 باللاتيني. طب لو 2 يبقى 2، وهكذا. تمام. الاسم ما بيتغيرش، ممكن يكون في ديك مفهوش الاسم ده بس في الرقم ده، في العلامة دي، في حد ماسك العصاية، في علامة الانفينيتي، في وضع السيطرة، الايد المرفوعة والايد اللي بتشاور. فاحنا كده نكون مدركين ان ده
ماجيشن. في هنا معلومة نسيت اقولها في الاول، معلش. الورد ده ليه علاقة بالرغبات اللي هو عايزها. يعني هو هنا بيشاور على الورد، فوقيه ورد وتحتيه ورد. الورد هنا ليه علاقة بان هو دي الحاجات اللي هو عايز يحققها. كارت بدايات جديدة. ممكن البداية الجديدة دي تكون وظيفة، كارت بداية، ممكن تكون شغل، ممكن تكون علاقة، ممكن يكون سكن. اي حاجة جديدة ممكن تحصل او تمشي في خطة جديدة في شغلك اللي انت فيه دلوقتي. وممكن يكون خطوبة كمان. الكارت ده له علاقة بالخطوبات. تمام. الكارت ده لو ظهر لحد سنجل ان هو هيتجوز قريب. يعني هتبقى خطوبة كده عاجلة وجوازة على طول، يا اما خطوبة بكاتب كتاب. بس ده لما بيظهر لشخص سنجل ما بيكونش فيه حد في حياته، هيقابل كده حب حياته فجأة وهيتجوزوا على طول. كده نكون خلصنا الكارت بتفاصيله كلها والكوكب بتاعه اللي هو عطارد. طب عطارد ده سببه ايه؟ اله السحر الروماني، اله السحر الروماني. عشان كده الكارت ده كوكب عطارد زي ما قلنا، نفتكر مع بعض: هوائي، معنى رقم 1. فان شاء الله يكون كارت لذيذ عليكم، واكون حاولت افسره لكم بالطريقه اللي انتم محتاجينها. باي باي، اشوفكم الكارت الجاي.